حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا حسام حسن. ومحدش يقول له حسام عمل اللي عليه، حسام ما عملش اللي عليه. كالصم العند يا اخي اللي يورث الكفر. انت بتعاند نادي الزمالك وعندك حسام عبد المجيد بره ومش عاوز يلعب عشان تقول انا فزت على الارجنتين من غير اي حد في الزمالك. عند مين ده يا اخي؟ في انهي حاجه في الكوره دي يا اخي؟ انت نزلت حمدي فتحي يلعب ورا خامس، كان المفروض ينزل حمدي الواد حسام عبد المجيد، ما نزلتوش. يعني تخيل انت الكره اللي عدت من على رامي ربيعه الجول الاولاني بتاعهم اللي عدت من على دماغ رامي عشان قصير دي، كان حسام عبد المجيد ياخدها بسهوله جدا وما كانتش وصلت للمهاجم. والجون بتاع ياسر ابراهيم الله ينتقم منه، كره برضه عدت الجون الثالث الجون الثاني، كره معديه من على ياسر ابراهيم بيمثل انه بيطلع قالوا بيرفع رجله من تحت. بالذمه ده شكل بني ادم؟ هو جاب هدف، ما يجيب هدف، اي حد يجيب هدف. الكره جت في دماغه، هو لو بص الكره كان شاطها بره. ما انتوا عارفين ان هو احول، يعني كورتين على اتنين، كورتين بالعرض. لو حسام عبد المجيد موجود كان الكورتين دول شالهم بدماغه. بتعاند في ايه بس انت يا حسام حسن؟ ما اعرفش. بتعاند نفسك؟ ما اعرفش. ما حدش يقول ان انت عملت مباراه كبيره، انت ما عملتش مباراه كبيره. فين المباراه الكبيره اللي انت لعبتها؟ انت في الشوط الاولاني مصطفى شوبير شال 3 4 اهداف. قول لي عندك خط الهجوم بتاعك في الشوط الاولاني عمل ايه؟ قول لي صلاح عمل ايه؟ صلاح مش قادر يقف على رجله. ما بلاها صلاح، قلنا من امبارح بلاها صلاح. انت ما نزلتش ليه الواد محمود صابر في نص الملعب وقفلت الملعب بثلاثه لعيبه ديفندر دونجا؟ اي حد يلعب ديفندر تاني جنب مروان وجنب الواد مهند لاشين، وكنت قفلت ورا بحسام عبد المجيد. اقسم بالله لو بتلعب الدنيا بحالها ما كانوا يقدروا يرجعوا تاني. وانت يا عم تريزيجيه غرفه 60 داهيه غير مأسوف عليك. الجون الثالث يجي وطلعوا لك 2 في 6 يارده، برضه الانانيه اللي في ميتين اهلك تشوطها في الشبكه من بره. ما انت لو بتحترم المعرص اللي واقف على الخط اللي بيدربك ما كنتش عملت كده، ما كنتش عملت كده. وانت يا عم مرموش في كوره في الاخر عاوز تديها لتريزيجيه وعندك الواد اللي اسمه مروان عطيه يامة اليمين فاضي، والواد تريزيجيه كان معاه 2. ما تلعب يامة اليمين هيروح بقى منه الجون. هو يعني خلاص مروان مش هيعرف يسجل منها؟ ما تعرفش فيه ايه، ما تعرفش فيه ايه. انا ماليش دعوه بالهجاص وبالاشكال الوسخه اللي بتطلع تشمت في حسام حسن. هتشمته في حسام حسن ولا هتشمته في البلد؟ اي واحد ابن وسخه هيطلع يشمت يبقى مالوش اصلا يقعد في البلد. ده احنا كنا هنقابل كولومبيا يا اولاد الوسخه، كنا هنقابل كولومبيا، كنا ممكن وصلنا قبل النهائي، كنا ممكن خدنا ميداليه. وسعفان الصغير قال عاوز ينزل ويضرب بالدماغ. ايه يا عم سعفان وانت فاكر نفسك بتلعب غزل المحله؟ يا راجل حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. اقسم بالله انت لو طلعت من المجموعات كان بقى اسهل لينا احنا من حرقه الدم اللي احنا فيها دلوقتي. ما كناش حاطين نفسنا ولا كنا اتعشمنا ان المنتخب هيوصل دور الثمانيه، وكان السكه بتاعتنا سالكه. المغرب كان هيقابل فرنسا، احنا كنا هنقابل كولومبيا. ما تعرفش اللي قال لك العند بيورث الكفر ده ما كدبش والله، ما كدبش يا حسام يا حسن. الله ينتقم منك يا شيخ، الله ينتقم منك يا شيخ. انا بقول لك ان انت عيل بليد اصلا. اقسم بالله انا مش مقتنع بيك من ساعه التشكيل اللي اتسرب امبارح انك هتلعب بياسر ابراهيم ومقعد حسام عبد المجيد بره. انا بتكلم على مصر، سيبك من الاهلي وسيبك من الزمالك، انا بتكلم على مصر. الناس تعبانه يا جدعان، الناس كانت نفسها تفرح. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك انت واللي زيك، انت والبليد اللي زيك. اي واحد بليد زيك ينتقم من ربنا. انت بقى 2-0 الدقيقه 80، ما تنزل اقفل الملعب، اقفل الملعب، انزل اقفل، العب ب5 3 5 2 5 4 1 5 4 1 كانت ضمنت الماتش. لكن ده انت ما قدرتش تستحمل انك تلعب وقت اضافي. كنت لعبت وقت اضافي كنت هتشيل فيها كتير، كنت هتشيل فيها كتير. خليت عيل خنزير زي اللي اسمه ميسي ده ولا غيره، اشكال الوسخه اللي بتدعم الوساخه اللي زيها، بيدعم الوساخه اللي زيه، النهارده يعمل علينا، يحفل علينا.
الله يسامحك يا حسام، اقسم بالله الله يسامحك. انا كنت حسيت ان انا خفيت، اقسم بجلاله الله. انا تعبت من الكوره دي، تعبت من الكوره، مش عاوز اشجع كوره تاني، ولا اهلي ولا اي فريق اصلا يلعب كوره تاني. حسبنا الله ونعم الوكيل، لانك وصلتنا لدرجه ان احنا خلاص كنا قاعدين بنرقص واحنا قاعدين. الله يسامحك، الله لا يسامحك.